مدارسنا اليوم أشبه ما تكون بالسواقي القديمة التي كانت تروى بها الحقول، وهي عبارة عن آلة وبئر يخرج منه الماء وصور تدور به هذه الآلة. والآلة بالنسبة للمدارس تمثلها الإدارة القائمة على نظم التعليم، وهذه الآلة أصبحت بتروس مكسورة. والبئر هم الطلاب، وهذه البئر نضبت إن لم تكن جفت ولم يعد بها ماء. والصور الذي يدور بهذه الآلة مع الأسف هو المعلم، وهذا الصور يدور في آلة مكسورة التروس، فيجهد ويتعب بسبب هذا الدوران، ولا يرى ماء خارج من الآلة رغم هذا الدوران. فقال لنفسه: ولم هذا الجهاد الذي لا فائدة منه؟ فحط نفسه على الأرض ورفض أن يدور إلا خارج حدود هذه الآلة المتعبة بدون فائدة. فهل لنا من مهندس يصلح تروس الآلة بعيدا عن الزي الموحد للمدارس؟ وهل لنا من طبيب يعالج الثور الذي حط على الأرض؟ وهل لنا من واعظ يعيد الضمير للجميع لندور مرة أخرى بهذه الآلة ونطهر منابع المياه من صدأ ران على القلوب، ونرى جمال الظهور مرة أخرى وهي تتفتح حول هذه السواقي؟